فضيحة من العيار الثقيل، كواليس صفقة الفضيحة في الكاف، وفصل جديد من فصول المهازل كشفت المستور. هاد المرة مجموعة هاكرز معروفة يسموها جباروت، قرصنة إلكترونية، فجرت قنبلة حقيقية وزعزعت أركان الهيئة اللي يترأسها موتسيبي كلب الأموال. واش صرا بالضبط؟ الحكاية تقول كاين خيوط تاع مؤامرة خطيرة وين كشفوا الهاكرز حقائق تصدم. 15 مليون أورو، هذه هي قيمة الرشوة اللي تمدت لأعداء نافذين في الكاف. الهدف يمروا قرار مفصل على المقاس باش يمنحوا المغرب لقب إفريقي بارد ومخدوم في الكواليس. الدليل رسائل بريد إلكتروني إيميلز كشفت كلش وبالتفصيل. التسريبات اللي خرجتها مجموعة جباروت الشهيرة حطت النقاط على الحروف وسمات الأسماء بمسمياتها. فوزي القجع لعب رأس الحربة في هذه القضية، راهو متهم بيكون المهندس الحقيقي لهذا الرشاوي، هو اللي كان يحرك في الخيوط باش يأثر على قرارات الكاف. ياسين المنصوري رئيس الاستخبارات الخارجية دخل الخط شخصيا باش يشرف على المفاوضات وجند أموال طائلة غير باش تتم الصفقة ويشري الذمم. النتيجة موجة غضب عالمية ماشي برك في إفريقيا، والناس راهي تتساءل وين راهي النزاهة الرياضية كي تولي الألقاب تتباع وتتشرى في الميلات. والأخطر من ذلك أن التلاعبات كانت تخدم في الخفاء، لكن المغرب دشن أول فضيحة مكشوفة للعالم، وأي فضيحة. Le sport et la loi du sport concernant le résultat du match. Mais moi je ne veux pas parler du match parce qu'il y a nos détracteurs sont allés de la manière la plus vile et la plus terre à terre et la plus abjecte, je dirais même écœurante, sur un mélange de genres. Il y a un peu d'écœurement parce que avec leurs accusations depuis le début de la CAN sur l'arbitrage, sur qui a acheté quoi, l'achat des matchs, ils ne portent pas préjudice au Maroc. Ils portent préjudice à tout un continent, à l'Afrique. Et ils continuent de perpétuer l'idée selon laquelle, en Afrique, on achète et on vend. Nous n'avons acheté ni la demi-finale de la Coupe du Monde, ni la Coupe du Monde des moins de 20 ans, ni la Coupe arabe. Nous n'avons rien acheté. Et je vais vous dire, nous avons gagné cette Coupe d'Afrique. Nous avons gagné les cœurs de 2,5 milliards de spectateurs